يا صباح الفل. اوعى بسله بسله حبايب قلبي. بسله طبعا يا حبايب قلبي عاملين لهم بسله باللحمه بعد تعب وشقى الصبح. هيقول لي اللحمه غاليه وهيقول لي مش عارفه ايه. احنا بنجيبوا كيلو اللحمه على طبختين. المره اللي فاتت عملت لك ايه؟ باميه باللحمه. المره دي يبقى بسله باللحمه عشان خاطر الخضار عشان خاطر الولاد. مفيش يا جماعه احراج. لا هناكل بسله قدامكم. صح يا اميمه؟ صح الكلام. فين اميمه؟ فين؟ اعمل لايك. سيلي فين؟ مصطفى وامل. ايوه بقى اعملوا لايك لمصطفى وامل. صح. مش هنطول عليهم. يلا بينا نتغدى مع حبايبنا. وعايزه اقول لكم كلمتين حلوين عشان خاطر الاطفال بتوعنا يتغذوا. يلا بينا. يلا بينا يا جماعه. الاكل عادي خالص، الاكل طبيعي. بصوا زي ما احنا زي اي بيت يا جماعه. تمام. بناكل بسله اهو. بسم الله ما شاء الله. في مثل بيقول لك ايه؟ كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. صح. طبعا احنا ماشيين بمثل كل اللي يعجبنا والبس اللي يعجبنا وكل حاجه تعجبنا. يا عم اهم حاجه ان انت بترضى ربنا والحمد لله. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ما يحلى الكلام الا بذكر الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. صل على الرسول تفضل مسطور. ايوه يا رب دايما. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. رمضان جاي. رمضان جاي ان شاء الله واحنا في احلى الايام شهر شعبان. يعني اللي بتترفع فيه الاعمال. ويا رب كده يكون ايه سعيد على جميع المسلمين يا رب العالمين. انا عايزه بس اقول لكم على حاجه. وفر ودبر على قد ما تقدر. صح الكلام. مظبوط الكلام. هو اللي انا عارفه ان الحاجه خلاص بقت غاليه والاسعار بقت نار. بس زي ما بقول لكم كده احنا بنعمل مثلا اللحمه مثلا على صنفين. مره باميه مره لوبيا مره بسله. بس على قد ما تقدر تكتر عشان الخضروات عشان الاطفال. الاطفال ما فيش تركيز. الاطفال على طول تعبانه. احنا ذات نفسنا مش مركزين في حاجه. فعلى قد ما نقدر نحببهم في الخضروات. مع ان عندي مصطفى هو ذات نفسه الكبير بتاعنا ملوش في البسله. بس قلت له غصب عنك هتاكل بسله. صح. عشان خاطر بس الاطفال لما بيشوفونا احنا ذات نفسنا كبار بناكل الحاجات دي بيحبوها. حاولوا تصنفهم وتفرحوا ولادنا. ايه رايكم؟ ولو شافوك بتاكل من غير نفس ما هماش واكلين. انت لازم تفتح نفسك. لازم تاكل بنفس. قولوا لي يا كده قال لك ايه؟ النفس الحلوه لها جنه. الله. انا ماليش في البسله. طيب طلعي ايدك من بقك واتكلمي. انا ماليش في البسله. بس يعني انا باكلها. بس ايه رايك؟ والله مسكره. والله العظيم يا جماعه هاتوا البسله المسكره. ما فيهاش حاجه ان انت تفتحيها كده وتدوقيها. معلش احنا كلنا انا من النوع اللي ما بحبش ادوقها وهي نيه. بس لازم تدوقيها. لقيتيها مسكره وحلوه كده توكلي على الله. الطبخه الحلوه الرز الجميل بتاعك اللي هو البلد الفلاحي بتاعنا اللي ما فيهوش اي افتكاسات. وتوكل على الله ولقمه هنيه تكفي 100. طبعا يا جماعه. صح. في ناس كتير تقول لك ايه انت هتاكل بسله قدام الناس. ايه يعني؟ ايه المشكله؟ نعمه ربنا وربنا ضمن علينا النعمه. ايه رايك يا سينو؟ جميل. كل واحد معاه حته لحمه في الطبق بتاعه ياكلها. احنا بنطلع على الطبيعه. صح. مفيش احلى من الطبيعه. يبقى ما تدورش بقى. احنا الفلاحين اللي بنعشق الرز والطبيخ والحاجات اللي هي الحرشه اللي تفتح النفس. يعني طبخه زي ديت ان شاء الله تكفي وتفيض. وممكن لو فاض منها اعينها في التلاجة مع اي حاجه اطلعها جنبها. تمام يا جماعه. يعني العيشه النهارده بقت يا جماعه الحمد لله على كل حال. صح. فلازم ان احنا ايه ندبر نوفر ناكل الاكل على مرتين عادي مفيش مشكله. يعني النهارده بسله وبكره بسله. ايوه هنعمل ايه مش خضار. حمر بصلايه جنبها. اعمل جنبها اي حاجه وطلع طبق الطبيخ. خلي الولاد تتغذى منه وتاكل منه. وبسله خلصت. بكره لكم سمك مقلي. ولسه مش وصلت وفاضي بقى بكره لكم بسله. تمام يا ياسين اتفقنا. ياسين عايز سمك مقلي. وانا بحب سمك بالطماطم. وهي عايزه السمك يا جماعه اللي هو بيبقى بالصلصه اللي احنا صورناه معاكم قبل كده. عايز سمك مقلي يا ياسين؟ بعد بكره. البسله دي على يومين. بكره البسله دي على يومين. احنا متفقين مع بعض على كده. والسمك ايه بالطماطم ايه؟ بس بجد الاكله تفتح النفس. من جوع جاي. والله يا جماعه الطبيخ حلو والله مش وحش. الناس اللي ما بتحبش الطبيخ لا ربنا ضمن علينا النعمه. ايوه يا رب يا رب. يعني الحمد لله على كل حال. كل بنفس عشان اللي مش هتاكل بنفس النهارده بكره هتاكله غصب عنك. فانت لازم تاكل بنفس يا جماعه. والله العظيم ان شاء الله يعني نتباشر خير نجدوه. صح كده. احنا ان شاء الله متبشرين خير. ولازم الكل يتباشر خير. معلش هي بتضيق بس والله ما بعد الضيق الا الفرج.
وربنا ما بيسيبش حد، وان شاء الله هتفرج والله العظيم بجد. كل بسله يا شيخ، كل حلو. سبحانك يا رب. يعني ان شاء الله، يعني انا عارفه ان احنا الناس كتير زهقانه وتعبانه، بس معلش فك فك فك، ما تخليش الحزن يملى ايه؟ يملى قلبك ويملى بيتك وتنكد على بيتك. زي ده انت ما بتشوفوش حاجه احنا قبل الفيديو احنا ممكن نعمل ايه؟ يعني فيكوا اشتروا. مش عايزه اقول لكم حاجه، احنا بنطلع ننصح بس والله العظيم احنا عايزين ننصحنا. صح. الحمد لله. ما انا هقول لك على حاجه، انا لما اطلع اقول لك حط كده بسله على الرز، ممكن انت تسمعي الكلمتين بتوعي ترتاحي نفسيا او نفسيتك ترتاح. ممكن انا برضو نفسيتي متضايقه اسمع حد برضو لقيته يقول لي ايه يا جماعه معلش طولوا بالكم خليكم في ايد بعض، انا نفسيتي ترتاح. كلنا بنكمل بعض، يعني احنا كلنا نعتبر بنكملوا بعض. ايه يعني لما انا اطلع اقول نصيحه، ايه غيري يطلع يقول لي نصيحه، على عيني وعلى راسي ما بزعلش، تمام؟ عمر الكلام ما يزعل، وعمر الكلام الحلو احنا كلنا يا جماعه بنستفاد من بعضنا، تمام؟ فايه اللي هيزعل في كده؟ كلي بسله واسكتي بقى. اهو كلي بسله واسكتي. انا بحب اتكلم مع حبايبنا، هم بيحبوني. نعم. صح ولا ايه؟ بس ايه رايكم بالبسله؟ وقعت معلقتها بجد؟ لا ده انت عايزه بقى واحد يقوم يجيب لك معلقه، صح كده؟ صح. هجيبها لها ياسينو؟ ماشي. يلا ياسين شاطر، ياسين شاطر وخلص طبقه. اللي هيخلص طبقه هديله 5 جنيه ينزل يشتري، محدش يقول لي 5 جنيه شويه. لا مش 5 جنيه، 10 جنيه. اهو. يلا. ليه يا حبيبي 10 جنيه؟ احنا كنا بناخده له ربع جنيه حلو وجميل. العيل اللي لسه ما طلعش من البيضه مش عاجبه 5 جنيه. ايه 5 جنيه؟ الحمد لله الحمد لله. احنا مش هنطول على حبايبنا، صح؟ لسه ما طلعش من البيضه مش عاجبه 5 جنيه. خليها 5 جنيه يا ابني ده احنا كنا بناخده ربع جنيه ده اهو. ما انا بقول اهو. ها يا لهوي يا ياسين، ايام ما كنا بناخده ربع جنيه بنفرح بيه يا حبيبي. كان في خير وبركه، وكنا بنروح نشتري كل حاجه، نشتري البان ونشتري شيبسي شيبسي اسرائيلي. والله بيقول لك شيبسي اسرائيلي. لا ما هو الشيبسي دلوقتي بقى اسرائيلي عشان احنا يا جماعه عاملين مقاطعه، تمام؟ انا واولادي ومراتي في البيت هنا عاملين مقاطعه على اي حاجه بتدعم اسرائيل. صح. وده اقل حاجه ان احنا نساعد حبايبنا واخواتنا في فلسطين بجد. ربنا يعلم اللي في القلوب الاول. ربنا ينصرهم يا رب على مين يعاديهم يا رب، عشان دول يا جماعه اخواتنا، تمام؟ صح. وربنا ما يورينا اللي هم شايفينه، اللي هم شايفينه صعب، فاللي احنا نقدر عليه اللي احنا ندعي لهم، وفي ايدينا نعمل مقاطعه على الحاجات بتاعت اسرائيل ديت نعملها. صح. اوعى تفكر ان انت لما تيجي تعمل مقاطعه، تمام، اللي انت بتقول يعني هو انا اللي هعمل مقاطعه هزودهم ولا هقللهم؟ والله هتقللهم. لو انت عملت مقاطعه وانا عملت مقاطعه وكلنا عملنا مقاطعه هنقللهم في الفعل، وربنا ان شاء الله هينصرهم وهيكرمهم باذن الله. فعلا. يلا يا ايمي، يلا يا ايمي كل السوسه يا حبيبتي. بعد ما تخلصي اكل، هي اللحمه يا جماعه بتدخل في سنانك. لازم تاكل كتير عشان السوسه تموت. حط ايه بسله هنا على الرز. يلا ياسين ما شاء الله شاطر ياسينو. ايوه بقى برافو. مع الرز والبسله اللحمه. يلا ياسين جدع. يلا عايزين نختم، انت اللي تختم لنا الفيديو ده. شايفين ياسين يا جماعه؟ ما شاء الله. حط البسله هنا. ايمي بقول لها حط البسله على الرز، بتحط الرز على البسله. العيال دماغها اتقلبت. يا نهار ابيض. كتر خيرهم. يلا ياسينو شاطر. تشجيع يلا. تشجيع على ياسين يا جماعه. يلا يا حبيبي يلا شاطر. جدع. شطور ياسين. كل بقى وريهم ايه؟ الطبق بتاعك بقى بعد ما اكلت بقى يا عم ياسين. برافو عليك. احنا بنشجعهم يا جماعه لو باي حاجه. مش معنى ان انا اقول له هديك 5 جنيه يبقى انا بعوضه على الفلوس. لا انا ممكن اقول له مثلا هجيب لك حاجه، اعمل لك حاجه حلوه، اجيب له كراميلايه كده، اشجعه ان هو ياكل ويتحمس. لا. عايز ايه؟ لما كانوا في الترم التاني طب طلع عينك من بق. في الترم التاني حساب، وانا كنت عندي امتحان بالطبيعي، بقيت بشاطر وبقيت شاطر وخدت نتيجة جميلة. والله ما انا فاهم. هو بيقول لك انا كان عنده امتحان وانا قلت له هجيب لك ايه؟ هدية. عملت لك صينية كيكة. مش هي دي هدية؟
وفي احسن من صينيه الكيكه يا ابني طلعوا ايديكم من حناقكم. بيحب الكيكه اصلا، بيحب الكرتون. يا عم احنا مش عايزين نطول على حبايبنا. يلا يا سينو، برافو، سقفوا له. يلا ورا حبايبنا بقى ان انت خدت الطبق بتاعك. شاطر. ياسين هو الكسبان. ياسين هو الكسبان يا حبيب قلبي. تعالى اهو. يلا بقى. يلا يا رب بقى نكون خفاف على قلبكم وعند حسن ظنكم، فضلا وليس امرا من حبايبنا. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم مننا كل جديد. كله اللي انتوا نفسكم فيه. مين؟ ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.